حبايب طلاب النهارده هنتكلم حل على ليسن 3 الخاص بيونت 10 page number 143 and 144. هنبدأ السؤال الأولاني معايا واحدة واحدة. بيقول لي طب هو إيه معنى كلمة الاي بي؟ ده كتاب التقييمات، دي كتاب الايه التقييمات. احنا بقى عندنا 3 مصادر للأسئلة. المصدر الأولاني كتاب الطالب، كتاب التدريبات، كتاب التقييمات. بيقول لي you don't have to do everything by yourself. انت مش محتاج تعمل اي حاجة بنفسك. you are not انت مش لوحدك. يبقى you are not alone. number 2 means the ability to wait calmly. القدرة انك انت تستنى بكل هدوء كده. خلي بالك كلمة calmly هنا adverb حال، واحنا حبايبي متفقين ان الحال عبارة عن صفة منتهية بالال ايه واي بتيجي للفعل اهو. يبقى على طول patience. ليه patience؟ لأن patience معنى الصبر. أمال إيه معنى كلمة sadness؟ الحزن أو الغم. anger الغضب. طيب أمال إيه معنى كلمة cyberbully؟ اللي هو التنمر الإلكتروني، التنمر عن طريق الفيديوهات وكده والإنترنت. يبقى هتبقى الإجابة الصح patience. The words easy and difficult. إيه معنى كلمة easy؟ الأول سهل، وإيه معنى كلمة difficult؟ صعب. يبقى العلاقة ما بين كلمة easy and are antonyms، هي علاقة تضاد. the suffix أول ما تسمع suffix تعرف نهاية. أول ما تسمع كلمة suffix تعرف نهاية. مين اللي بيجيب لي الادفيرب من الادجكتيف slow؟ احنا لسه قايلين نهاية أي adjective بتبقى عن صفة، عبارة عن صفة منتهية بال واي، هتبقى ال واي على طول. أمال دي نهاية نون، دي نهاية نون، دي نهاية نون. أوكي، تعالى بقى للسؤال التاني من كتاب التقييمات برضو. بيقول لي كلمة happiness السعادة، جاية من happy سعيد، يبقى happy دي adjective، happily adverb، احفظ مشتقات الكلمات كويس. happiness noun بمعنى سعادة. kindness مش kindness، kindness اللي هو العطف. trees أشجار. activities البلورال بتاع كلمة activity، جمع كلمة activity نشاط. huge very big أو ضخم جدا. هنا بيقول لي next week سارة will spend her time helping the local community. يعني سارة هتقضي وقت فراغها في عطلة نهاية الأسبوع القادمة إنها هتساعد اللوكال كوميونتي، المجتمع المحلي، البيئة، المنطقة اللي عايش فيها يعني. She will clean the park هتنظف البارك and plant وتزرع إيه؟ مين اللي هيتزرع من الكلمات اللي فوق؟ طبعا trees. With other volunteers she will make flyers. إيه كلمة flyers؟ منشور إعلاني في داخل ورقة. بتشوف انت لما حد يفتح بيزنس جديد فبيجي يوم الجمعه يقف قدام الجامع ويوزع ورق على المشروع بتاعه، دي اسمها فلاير. to invite people to join our علشان ينضموا لايه؟ ينضموا لايه؟ للاكتيفيتيز بتاعتنا. يبقى activities. اوكي. she hopes هي بتأمل her small effort ان شغلها البسيط ده will make ايه بقى؟ ان هو يحقق ايه؟ يبقى انا عندي هنا ودي اسم، ما الذي يسبق الاسم؟ الصفة huge. difference and bring to everyone ويجلب السعادة لكل شخص happiness. لما نساعد المجتمع بتاعنا ونعمل شيء إيجابي فدي بيخلي المنطقة اللي احنا عايشين فيها سعادة كده وفرح. طيب تعالى هنا بقى في سؤال الريرايت. بيبقى جايب لي جملة وجايب لي كلمة داخل الأقواس أستخدمها. احنا في اليونت دي كنا بنتكلم على أشكال المستقبل، فبعد إذنك وأنت بتتفرج ومعاك كتابك وقف الفيديو شوف هتعرف تحلها لوحدك الأول ولا لأ. أولا أنا ضد القاعدة دي، يعني أنا من الناس اللي هي ضد القاعدة بتاعت أشكال المستقبل اللي موجودة عندي. ليه؟ هو جايب لي كلمة intend لا تتساوى مع كلمة will، بس الوزارة عايزة كده. أمال intend بتساوي شكل تاني من أشكال المستقبل اسمه am أو is أو are going to plus الانفينيتيف، وعمل لها فيديو صغير بعد الفيديو ده على طول. أوكي؟ طب intend ينوي، طب هو جايب لي ازاي بتساوي will؟ هو طالب كده فنعملها كده، يعني هو قصده انه ما يدخلش الطلبه في متاهات اكبر من عقله. فنقول هي هشيل ايه؟ هشيل الصيغه دي واحط مكانها will، فهتبقى ريم. بس انا بقولها للمره المليون، انا ضد صيغه السؤال ده لان intend لا تتساوى مع will
بس ولي جايبها علشان يقول لك ان احنا مش عايزين نتقل على الطالب. حاجه لسه هتحصل هستخدم ويل. ريم ويل، وهجيب الفعل في المصدر جاين. ذا تيم هتنضم للفريق. ذا ترين ويل arrive soon، القطر هيوصل قريبا. بيقول لي استخدم وات تايم. وات تايم دي ايه؟ سؤال. قولوا بقى معايا تكوينة السؤال: أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل. يبقى بيقول لي وات تايم اهو. عندي فيه فعل مساعد ولا مفيش؟ عندي ويل، يبقى وات تايم ويل. قدمته على مين يا حلوين؟ على كلمة ذا ترين، يبقى وات تايم ويل ذا ترين arrive. وفي الاخر كوتشن مارك. شلت ايه؟ شلت سون. ليه؟ لان انا بسأل عليها. I promise هي will equal من ضمن استخدامات will انك انت تعمل promise، تعمل وعد. ف I promise to help you. اوكي، هروح شايل دي واروح واصل للفعل في المصدر، فهتبقى الصيغة I will help you. اوكي، اللي بعد كده will من ضمن استخداماتها expect يتوقع، predict يتنبأ، بس ملهاش علاقة بانتند. فقال استخدم will بكل بساطة. هروح شايل expect to واروح حاطط مكانها will. الموضوع سهل جدا وبسيط. يبقى she will be an engineer، هتبقى مهندسة إن شاء الله in the future في المستقبل. أوكي، تعالى بقى ندخل على قطعة الفهم. أول حاجة قطعة الفهم من الحاجات المهمة جدا اللي لازم أكون شاطر جدا في حلها. لازم أكون عارف الأسئلة. طب هل شرط أعرف كل الكلمات؟ لا، مش شرط. بيقول لي هعمل إيه؟ أحلها إزاي؟ بيجيب لي قطعة زي دي وبيجيب لي عليها 5 أسئلة، 2 تشوز و3 أسئلة مقالي. خلاص، أقرأ القطعة الأول بتمعن وأفهمها. طب هل أنا شرط لازم أعرف كل الكلمات اللي فيها؟ لا، مش شرط. مش شرط إن أنا أعرف كل الكلمات اللي فيها. هنعمل مع بعض وهنحط علامة أو هنعمل هايلايتنج الكلمة معينة. بيقول لي هيلبنج، يعني إيه معنى كلمة هيلبنج؟ مساعدة. يبقى إيه معنى كلمة هيلبنج؟ مساعدة. others doesn't always mean doing something huge. يعني إيه معناها؟ إن مساعدة الآخرين دي لا تعني إن أنا لازم أعمل شيء ضخم جدا، أو إن أنا أصرف giving a lot of money، أصرف فلوس كتير. يبقى دي مقدمة للموضوع، عايز يقول لي إن أنا ببدأ إزاي. هتكلم عن مساعدة الآخرين، لازم أتكلم عن المقدمة بصفة عامة. مساعدة الآخرين مش معناه إنك أنت تبذل مجهودا ضخم أو تصرف فلوس كتيرة. الموضوع سهل أهو. أوكي، helping can be very simple، ممكن يكون شيء بسيط جدا. يعني ايه simple؟ يلا مع بعض تاني. simple يعني easy. simple يعني easy، سهل. يعني not difficult، مش صعب. مش صعب. اوكي، طيب and part of everyday life، وبتبقى جزء من الحياة اليومية. a small action، الأحداث الصغيرة والأفعال الصغيرة. if it comes from the heart، لو جاية من القلب، can bring happiness. a small action if it comes from the heart، لو جاية من قلبك، can bring happiness، بتجلب لنا السعادة. and hope to another person، والأمل لشخص آخر. مفيش حاجة صعبة. for example، على سبيل المثال هيدعم، بيعمل لي هنا جملة support. خلي بالك في الكتابة، اتعلم طريقة الكتابة من القطعة دي، بسميها جملة السبورت، جملة الدعم. ليه؟ هو قال لي في البداية جمل، فعايز يدلل على صحة كلامه، لا إما بيديني إحصائية أو بيديني مثال. فدي بسميها جملة السبورت بقى، علشان أنا بعلمك إزاي تكتب مقال أو تكتب باراجراف. اتس اوكي. يو كان سمايل ات someone، يبقى عايز يضرب لي مثال إن لو حاجة طالعة من قلبك وحاجة بسيطة، ابتسامتك لشخص يبدو حزينا. خلي بالك هنا look، هنا بمعنى يبدو، فعل حالة يليها صفة. look، احفظ الحاجات دي كلها وذاكرها كويس. look فعل بمعنى ينظر إلى، فعل حركة يليها حال، هيبقى عبارة عن صفة منتهية بالال واي. يبقى هنا look بمعنى يبدو حزينا.
طب ينظر إلي بحزن يبقى looks. شوف بقى الفرق ما بينهم. sadly at me. هو ايه الفرق ما بين دي والفرق ما بين دي؟ هنا بمعنى ينظر فعل حركة فبيجي معاها حال، هنا بمعنى يبدو. هنا بمعنى يبدو، يبقى على طول دي فعل ايه؟ حالة، هيجي بعدها صفة. القطعة هي أكتر حاجة بيتعلمنا الإنجليزي بشكل كويس جدا، لأن أنا مع تعلم اللغة الإنجليزية جمل مع بعضيها مش كلمات. اللي بوظ الإنجليزي في مصر الكتب الخارجية، جابت الكلمات في بداية كل درس، فبقى كل شخص بيركز على الكلمات بس وتناسى أشياء مهمة جدا في الطريق، إن هو يبين للطالب إزاي الكلمة دي جت مع الفعل ده. أوكي؟ فإحنا بنحاول نشرحها من خلال القطعة اللي بتجيلنا بقى دي. سمايل از فري. هل انت لما تيجي تبتسم لاي شخص الابتسامه دي دافع عليها فلوس؟ دافع عليها فلوس. لا، مجاني. but it can change. بس الابتسامه دي ممكن تعمل ايه؟ تغير مود الشخص طوال يومه. you can also carry shopping bags. انت ماشي في الطريق فلقيت الالدر بيرسون، شخص عجوز شايل ومش قادر، سواء ست او سواء راجل، فهتشيل عنها الشنطه بتاعه التسوق دي يعتبر simple action بس عمل ديفرنس كبير جدا. اوكي؟ who finds it difficult to walk. في صعوبة ان هو يتحرك. كلمة difficult ده مين اللي عنده صعوبة ان هو يتحرك؟ ايوه كده الolder person. وانت بسم الله ما شاء الله ربنا مديك قوة وشباب ولسه صغير في السن. ذات small effort. الافعال الصغيرة والمجهودات البسيطة اللي انت عملتها بتبين ايه؟ respect. احترامك لهؤلاء الاشخاص and care ورعايتك ليهم. Another easy way to help is by explaining a lesson. في طريقة تانية أخرى إنك أنت تشرح درس للكلاس ميت، لصاحبك اللي في الفصل اللي مش فاهمه. Your time and patience can make learning easier for them. مفيش حاجة صعبة في القطعة، بس تسجل كل الملاحظات اللي قلناها حوالين القطعة. A small action. السمول action can bring إيه؟ من غير ما أرجع للقطعة. happiness. سعادة. The underlined word difficult. كلمة difficult هو طالب معنى مساوي ولا عكس؟ ده طالب الأرزت، المعنى المضاد. هتبقى easy، هتبقى simple. خلي بالك حاول انك انت تولد المعاني مع نفسك. طب لو طلب معنى مساوي hard صعب، complicated صعب، انما dry جاف مش مكانها، هتبقى easy. بيقول لي give a suitable title to the text. السؤال ده لازم يبقى موجود في اي قطعه من اولى اعدادي لثالثه ثانوي. طب انا بجيب العنوان المناسب فين؟ الانجليزي قال لك لما بنيجي نكتب الباراجراف او المقال، خلاص العنوان بتاعنا او الفكره الرئيسيه بنحطها في الجمل الاولى. طب عنوان مناسب، عايز اعمل عنوان، دي up to you، دي بترجع لاجابه الطالب. helping others. the importance of helping others زي ما تسميها، دي بترجع لك، دي ملهاش اجابه نموذجيه. how can one help an old person. ازاي الانسان يقدر يساعد شخص عجوز؟ اهو by carrying shopping bag، من خلال انك انت تشيل له الشنطه التقيله. موجوده في القطعه. which small action from the text would you try and why. اي small action من القطعه اللي اتقالت تقدر انك انت تجربها وليه؟ هو قال لنا كام small action؟ قال لنا 3. انك انت سمايل لشخص زعلان كئيب يعني، انك انت تساعد الاولد بيرسون، اوكي، انك انت تقدر تشرح لو انت شاطر في ماده تشرح درس لواحد صاحبك في الفصل. فهتختار اي سمول اكشن من دولت وتقول لي. ممكن تقول as it doesn't need effort وهكذا. اوكي، زي ما انت عايز تقول. تعال بقى لأهم حاجه موجوده عندي، مهاره الكتابه. بيقول لي عايزين نكتب ايميل من 90 words، من 90 كلمه، to your friend ماهر about helping the community. مساعدة المجتمع. ايه اشكال مساعدة المجتمع؟ انك انت تنضم لنادي، انك انت تنضم لاكتيفيتي، لنشاط، بيزرعوا الشجر وبينظفوا الحديقة. حاول تربط افكار من دلوقتي. your name is رامي and your email address is رامي at، العلامة دي اسمها at
gmail.com، دي الدومين اللي انت بتبعت من عليه. your friend's email address is maher@gmail.com. طب لما اجي احل انا باخد من السؤال ده 3 عناصر، رايح لمين ومن مين والموضوع. اول حاجه الموضوع، اي حاجه بعد كلمه about في السؤال هتدور على كلمه about اهي، اهو ادي كلمه about. اللي بعديها ده هي لغايه الفلوستوب ده هو دي العنوان، دي الموضوع. اوكي يبقى انا طلعت الموضوع. خلي بالك الايميل اسهل بكتير جدا من الباراجراف، لان هو في الاساس هو باراجراف، بس باراجراف من اول هنا، انما ده هو اللي خاص بالايميل. خلاص طلعنا الموضوع، يبقى helping the community، مساعدة الكوميونتي. اوكي طب رايح لمين؟ هجيبها من هنا، هجيب الايميل بتاع صاحبي. رايح لمين؟ الايميل اللي بعد كلمة فريندز ايميل ده تو رايح له، يبقى رايح لمين اهو. هنعمله مثلا باللون الازرق اهو، رايح لماهر، يبقى ده هينكتب تو هنا. طيب اوكي من مين؟ فروم الراسل، انت اسمك ايه؟ او يور ايميل، اي حاجه بعد يور دي هو دي الايميل من اول رامي @gmail.com، يبقى هو رايح لرامي. خلصت ال3 عناصر دولت، خلاص اروح كاتب الافتتاحيه، ده صاحبي يبقى ايميل غير رسمي اكتب له هاي او هالو، واروح كاتب اسمه ايه؟ هو رايح لمين؟ ماهر، هاي ماهر، واروح اعمل الافتتاحيه هاو ار يو، واروح كاتب بقى الايميل اكني بكتب باراجراف بالظبط. اوكي وفي الاخر بختم، هروح كاتب سي يو سون، واروح موقع مين اللي باعت؟ انا رامي. بس هو ده الموضوع كله، هسيبه لكم بقى، هيبقى هوم ورك. سلام.